سلام، معكم عمار ورجعنا لكم مقطع جديد كالعادة. قبل لا تبدأ المقطع أتمنى أنك تنزل تحت تضغط زر الاشتراك، وإذا عجبك المقطع أو عجبتك المقطع اضغط زر الإعجاب. وشكرا. دام هذا اليوم آخر يوم بالسنة، يوم السبت يعني، دائما تسمع من الناس بشكل عام إذا انتهت السنة أن السنة الجاية بكون شخص أفضل، السنة الجاية برجع للتمرين، والسنة الجاية بسافر للمكان الفلاني، والسنة الجاية بسوي شيء ثاني، ولا بشوفكم بالسنة الجديدة قبل 11 بالليل. ترى خايس الذبة، بطلوها. تكتشف بنهاية السنة الجاية ما سوى حتى شغلتين من الشغلات هذه. ليش طيب؟ انت تقول بسوي كل شيء السنة هذه، ليش ما سويتها؟ الأسباب تتعدد، ولو فصلنا وطولنا ما راح يكفي المقطع. لكن بقول لكم شيء، دام الوقت هذا مناسب لا تنظر. دام انك خططت، ودام انك عندك حلم، طموح، أو شيء تسعى له انك تكون مثلا أفضل نسخة من نفسك لنفسك انت، ابدأ الحين. لا تنتظر أبدا عشان تبدأ بداية جديدة، دائما ما تكون صعبة. لذلك لا تنتظر نهاية السنة الجديدة عشان تجدد من نفسك. تبغى تجدد من نفسك؟ ابدأ من اليوم. شوف المقاطع ذي حق اليوتيوب عن هذا السنة هذه، أنا بوعدكم السنة الجاية بنزل لكم مقطع، بنزل لكم باليوم 5 مقاطع وما أدري وش. ترى فقاش أنت، فقاش. واضح اني قاعد اكلم نفسي. المهم نرجع موضوعنا. البداية دائما ما تكون صعبة، لذلك لا تنتظر نهاية السنة الجديدة عشان تجدد من نفسك. ابدأ مشي لين تتعود على الجري، ابدأ بالقراية الحين، ابدأ مارس هواياتك الآن. قفل المقطع وسوي اللي أنت مخطط عليه واللي أنت تبيه لنفسك. لا تنتظر بدايات جديدة عشان تفتح صفحة جديدة من حياتك. أنت المؤلف كتابك، واسم كتابك هذا هو حياتك. إذا أنت بتنتظر الصيف عشان تكتب قصة جديدة لنفسك، أنا متأكد أنك بنسبة 99.9 أنك أنت ما راح تسويها حتى لو كانت عندك النية. العقل دائما وظيفته أنه يدور الراحة لك. كل وضعية في حياتك وبكل شيء تطمح له ابدأ الحين. لا تخلي لعقلك مجال أنه يفكر ويخطط ويزيد وما ادري ايش في الموضوع. في واحد يشتغل في، والله ما ادري ايش المصطلح بالعربي لكن اسمه بالانجليزي يو اس سكرتري، اسمه كولين باول. هذه العبارة قريتها من يومين، كتاب مقتبس منه. كان يقول بالحرف الواحد إذا وصل قرار صعب دائما يحرص أن المعلومات ما تنزل عن 40%، وإذا زادت ما تزيد عن 70%. ليش؟ إذا قلت المعلومات بنسبة 40% كأنك أنت راح قاعد تطلق في الهواء، ما عندك شيء، ما عندك هدف ولا عندك شيء، بس قاعد ترمي بالهواء. ولكن إذا زادت عن 70% تلقائيا بتصير حذر، بتقول لا أنا عارف إنه بيصير هنا في الشيء الفلاني، وأنا عارف إنه بيصير هناك، وهذا الشيء أكيد بيجيني أو بيضرني مستقبلا. دائما أحرص إنه معلومات عن الشيء اللي أنت تبغاه ما تتعدى 70% وما تقل عن 40%. أوكي؟ لازم توازن. عندك هدف وعندك طموح، طبقها على هذا المثال. عندك شيء تطمح له، تحب الرسم، تحس إنك ودك تبغى تسويه، سوها الآن، ابدأ الحين. عندك تحس إنك أنت إنسان سريع وتقدر تكون عندك سرعة، يعني جرب على هذا الشيء الحين. إذا أنت انتظرت بكرة وتقول والله ما أحس، والله أحس ما يمديني، ولا بحاول بس بعدين، تكتشف أن البعدين هذا هو السنة الجديدة اللي هو الحين. يا فقي أنا شخصيا ما أؤمن بالناس اللي يقولوا بكون أفضل السنة الجاية، لأنهم خراط أغلبهم. طيب عمار أنا قاعد أخطط ترى وتوي ما بديت. حلو أنك تخطط وتفكر وش اللي تبغى تطور من نفسك، بس مو بكل الدعوة قلم وأدوات هندسة عشان تخطط أنك أنت وزير مالية. تكلم مع نفسك وقول وش ناقصك، ثم اكتبها، ثم ابدأ تدريجيا تنفيذها من اليوم قبل بكرة. لا تحسبوني إنسان عجلي بحياتي عشان أقول لك يلا ابدأ الحين، سوي الحين وما أدري وشو. لكن ما في شيء يدمر الإنسان، ما في شيء دمرني شخصيا كثر التأجيل. والله أحس إني اليوم ما أقدر، ببدأ بكرة. والله أحس تمرين اليوم ما أقدر، والله بحس ماني نفس، خلني أبدأ بكرة. هذا اللي يدمر الإنسان دائما. ركزوا في هذه العبارة. لما يجيك هذا الشعور، هذا الوقت اللي لازم أنت تكمل فيه وتغصب نفسك أنك تسويه، راح يبني عندك قوة إرادة، ومخك تلقائيا راح يخضع لك وراح يسوي الشيء اللي أنت تبغاه. لذلك لا تأجل أي فرصة تطور فيها من نفسك، لأن الموت ما يأجل موعده. أشوف ناس تتحمس بالسنة الجديدة وأنا أفكر أصير طيار، وأنا مهندسة، والثاني رسامة، وكل تفكير فقط. نادر اللي تلقاه ينفذ قبل لا يتكلم. أغلبهم يفكرون، وهذا اللي حنا يدمرنا ويدخلنا دوامة الحزن مع أنفسنا. لأنه حنا نفكر، يجينا الحماس هذا أبو 5 دقائق، بعدين نقول يا رجال طز يا شيخ. ندخل مع الدوامة هذه مع أنفسنا أولا ومع الناس اللي نحبهم بالأخص. هذا سيناريو كل سنة يصير بالحياة، وبالنهاية يروح يسوي عكس الأشياء اللي يحبها عشان أسهل طريق له. لذلك
إذا كان طريق النجاح هو أسهل طريق في العالم كان كل الناس صاروا ناجحين وكلنا كان عندنا فلوس. ربي ما يحمل أحد فوق طاقته. تذكر هذا الشيء دائما لما تواجه صعوباتك. وش الشيء الوحيد اللي أنت بتسويه بس بدون مقابل، وإذا سويته يعطيك الشعور هذا بالرضا عن نفسك، وعطل مزمز عليها. أوكي، لقيتها حلو، ما لقيتها فكر كمان مرة ثانية، فكر 3 مرات 4 مرات. إذا لقيت ابدأ الحين قبل بكرة. إنه وصلنا نهاية المقطع. أتمنى لكل شخص يتابع المقطع حاليا وينشرها كمان، اللي ينشرها هذا بالأخص راح له دعوة خاصة. أتمنى لكم نجاح بشكل عام في حياتكم. عارف إنه في داخل كل إنسان عنده هدف يبي يحققه ويسعى له، حتى لو كان شيء بسيط أو شيء تافه أو شيء سخيف، فلذلك سوى. ما تدري وش التأثير اللي أنت ممكن تسويه لنفسك أولا وللي حولك، لأن هذا التأثير ما يكون عليك فقط. أنا عمار، نشوفكم بكرة إن شاء الله سنة جديدة. ولا ما تمشي بس يعني أنتوا اللي تذبونها وأنا ما أذب بعيني. حلوة ذي. نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي أو الأسبوعين الجاية في مقطع جديد إن شاء الله إذا لقيت موضوع. السلام عليكم.